السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله بإذن الله. اليوم عندنا واحد لاطاغط، شي حاجة واعرة. شوفوا أنا كنحاول إن شاء الله نجيب لكم الحويجات اللي كيتباعوا في المخابز الكبرى، كنحاول أنني نجيبهم لكم بلي زاستيوس ديالي، والمذاق غيكون ان شاء الله احسن من هذاك اللي كيتباع في المخبازات. ونحاول نعطيكم لي ديتاي ديال لي زاستيوس. عندنا هاد لاطاغط ان شاء الله غادي تكون بالعجينه ديال التمر، وغادي تكون بالمكسرات، ومن الفوق ان شاء الله كنخويو عليها واحد لاصوص اللي كندخلوها كطيب فيها باش كتعطينا هذيك التعليكه. هاد لاطاغط كتجي جامعه ما بين التعليكه وما بين القرمشه ديال لاباط. ما عليكم غير تدخلوا تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخير. على بركة الله غنبداو اول حاجه بالعجين. العجين اللي غنحتاج ليها واحد ربعه ديال الطحين فورس، وغادي نحتاج ليها نص ربعه ديال الزبده، وغادي نحتاج ليها 2 معالق ديال السكر سنيده، صفر ديال البيضه، وصاشي وحده ديال الفاني. صفر ديال البيضه وصاشي وحده ديال الفاني. واحد الحاجه اللي كنهضروا عليها ديما وما نتناقشوش عليها اللي هي مليحه، ضروري قبيصه د الملحه. صافي، غادي نبدا اول حاجه 250 غرام ديال طحين الفورس، ما يعادل ربعه، وضروري يكون طحين فورس ممتاز، يعني نوعيه جيده اللي كنخدموا بها الحلوه. غادي نخدم ان شاء الله هنا 125 غرام ديال الزبده، اولا نص ربعه ديال الزبده، وتكون حيوانيه باش تعطيكم مذاق زوين وتعطيكم حتى واحد الترميله لهذيك لاباط ديالكم ما كتجيش قاصحه. غادي ندير جوج معالق ديال السكر سنيده، وغادي نزيد عليهم ساشي ديال الفاني. هادشي كامل مع قبيصه ديال الملح اللي هي ضروريه كما تنقول لكم ديما، لان الحلوه راه الا ما درتيش ليه هذيك القبيصه ديال الملحه ما كتجيش هذيك البنه، ما كتجيش بنينه، كتجي زوينه، ولكن سبحان الله واحد البنه كتزيد هذيك القبيصه ديال الملحه. وصافي غادي نبدا نرمل هي بصبيعاتي. انا كتلاحظوا انني كنخدم معكم ديما كنرمل بالهاشوار، مره تنخدمها معكم بالهاشوار، مره كنخدمها معكم هكايا بالصبيعات، كما يمكن لكم تخدموها بهذيك لاباليت اللي كتكون في العجانه، يعني لاباليت لديك الفتحه. صافي كنرملو بها. هنا كنحاول انني باش نخدم معكم بجميع الاحوال، كل مره في كل فيديو كنحاول نعطيكم طريقه. صافي كنرمل. لاحظتوا كيفاش تدخلت هذيك الزبده في الطحين؟ لاحظوا انا ما كنعجنش هنا، راه كنجمعها بصبعاني، غير صبعاني، راه ما كنديرش يديا نهائيا. غادي نضيف هذيك الصفر ديال البيضه، وغادي نحاول انني نجمع هي بصبعاني، نجمع غير بصبعاني، ولكن راه ما غتكفيش هذيك الصفر بيضه، فكنزيدوا واحد المعلقه ديال الماء. معلقه ما كنفوتش، يعني غير كتجمع لي، خصني هي نجمع. لاحظوا انني ما كنعجنش، راه ما كنعجنش، انا غير كنجمع بصبعاني. الا عجنتيها غادي تطلق لك الجلوتين ديالها، وغادي تجيك لاباط ديالك قاصحه وما غتجيكش مرمله وزوينه. معلقه كبيره ديال الماء، حتى الجوج، يعني راه ما كتوصلش لجوج معالق، انا كما عطيتكم معلقه حتى الجوج، كل مره شحال كتهزلك. وكنبقى نجمع بحال هكا بصبعاني. صافي، انا جمعت العجين ديالي، حاولت انني ما نقطعش معكم الفيديو باش تشوفوا كيفاش تجمعتها. انا غادي نجمعها، غادي نلويها في واحد السلوفان، نخليها غير ترتاح واحد 5 دقائق، 5 دقائق تقريبا، بعد ما كتجمعي ديك البلاصه ديالتك البلون دو طرافاي ديالك وترجعي ليها. انا كنرش الطحين، كاين اللي ما كيرش الطحين، انا كنرش الطحين. صافي، قد هاد العبار اللي غنعطيكم خرجوا لي كما قلت لكم جوج ديال لي طاخت النمره 20، السيركل نمره 20. يمكن لك غادي نتعاون بالبابي كويسون باش تجيني سهله الهزه. غادي نبقى نرقق فيها، خاصها ضروري تكون رقيقه، يعني تقريبا واحد 2 ديال لي ميليم. انا غنحاول انني هنا نوريكم كلشي، نوريكم الرق ديالها ونوريكم كلشي. صافي غنحاول انني نرققها مزيان مزيان كما كتلاحظوا، وغادي ندوز باش نقطعها بهذوك لي سيركل كما قلت لكم النمره 20. هذا الوقت هذا اللي انا كنطلق في العجين ديالي، فانني راه شعلت الفران كنطيبوها انا بالنسبه لي فراني لانه مجهد، كنطيبها غير على 130 بحال اللي غطيبي الصابلي. كنطيبها بحال غادي نطيب الصابلي، يعني ما يكونش الحراره مجهده، لانها ضروري خصها طيب على خاطر خاطرها. صافي غادي نقطع هذا السيركل واحد،
ومازال غادي ندير واحد اخر. شوفوا العجين عافاكم ما تعجنوهاش، ملي يشيطوا لكم لي شوت ما تعجنوهمش، يعني غير نعاودو نجمعوهم بنفس الطريقه اللي جمعنا بهم. صافي غادي نحيدها، غنحطها على جنب، وغادي نحاول انني نصايب واحده اخرى عاوتاني ونحطها حتى هي على جنب بنفس الطريقه. صافي ملي غنحيد هاد القواعد بجوج غادي يبقاو لي الجنيبات، هما هذاك شويه ديال العجين اللي شاط ليا هي اللي غنحاول انني نقطعو ونقادو في الجنيبات باش نقاد به هذيك الحاشيه اللي كتكون في الجنيبات. صافي ها بهذه الطريقه غادي نحاول ندير واحد لي بومب يكونوا على قد العلو ديال لاطاخ ديالي، ونبقى نورك عليهم بهذه الطريقه هذه. صافي وحاولي عافاكي هذيك الحاشيه ما تبقاش باينه، هذيك الفرقه ما تبقاش باينه، يعني حاولوا تكوليوها مزيان باش حتى لاطاخ ديالك ملي غتحيدي ليها السيركل ديالها كتجيك من التحت مفينيه ومقاده. يعني نحاول انني نخدم لاطاخ ديالي غير بشويه ونقاد ليها الجنيبات حتى نعمرهم، ومن بعد درنا غادي نفينيهم من الفوق، نحيدهم داك الزوائد كاملين اللي كاينين من الفوق. صافي غادي نخدم الثانيه كما قلت لكم. هاد المقادير غيعطيوكم جوج ديال لي سيركل، ما تحتاجوش زعما مازال زعما تشوفوا شي عبار اخر ولا هذه، لا مشيتوا بهاد القاعده اللي عطاتكم ديال انكم ترققوها مزيان. صافي انا كملتهم ها هما بجوج، غادي نحاول انني نبيكيهم بواحد الفورشيط وغادي نديرهم في الكونجيلاتور. ضروري هاد لاباط هادي كدار في الكونجيلاتور على الاقل واحد نص ساعه على الاقل، يعني ولا عندك وقت ديما وجديها خليها عندك في الكونجيلاتور، راه تبقى ديما تلقايها واجده، وقت اللي بغيتيها كتجبديها وتعمريها وديري بها اي حشو انت بغيتي. فضروري غادي نخشيها في الكونجيلاتور ياك واحد نص ساعه تقريبا، ولا المهم شحال ما بقات في الكونجي هي خصها تقصاح، والمينيموم نص ساعه. كنتقب حتى الجنيبات حتى هما يا غادي نتقبهم. صافي غادي ندوزو دابا ان شاء الله الحشوه انا غنحتاج هنا عجين ديال التمر. هاد العجين ديال التمر سوا تصايبوه سوا تاخذوه اللي بغيتو. شوفوا نتوما شنو كتقتنعوا، بغيتو تاخذوا داك الجاهز فانا خدمت هنا غير بالجاهز، بغيتو تخدموه في الدار خدموه في الدار اللي بغيتو. غادي ندير شويه د القرفه، وغادي ندير شويه ديال الزهر، وشويه ديال الزبده. صافي هادشي اللي كنستعمل مليحه كالعاده، ما غنديروا لا سكر لا والو لان لاباط فيها السكر، وهاد العجين ديال التمر راه كيكون حلو. صافي غير تبعوا المقادير اللي عطاتكم راه ما كتجيش حلوه نهائيا وكتجي جد رائعه. غادي نعجن العجين ديال التمر ديالي كما قلت لكم، شويه ديال القرفه، شويه ديال الزهر، مليحه، طرطيقه ديال الزبده. ما تكثروش الزبده عافاكم، ولا ما ديروهاش اللي بغيتو، ولكن الا كنتو غديروها غادي ديروا زبده حيوانيه، يعني واحد معلقه صغيره. انا هنا جبتها من الكونجيلاتور غادي نحطها في الطاوه نيشان. لاحظتوا هي قاصحه، كنحاول نوريها لكم قاصحه. وغادي ندوز باش نطلق العجين ديال التمر ديالي ونعمرها في هاد ليمون، وتا هي خاصها تكون رقيقه ضروري كما قلت لكم. فهنا السمك ديال هذا العلو ديال هذا لاطاخت فيها تقريبا واحد سنتيم ونص اولا جوج، ما واصلاش 2 سنتيم. فحنا ضروري خاصنا تكون رقيقه باش تخرج لينا حتى جوج ديال لاطاخت. فغادي نطلق العجين ديال التمر ديالي تكون رقيقه مزيان حتى هي. هنا ها هو درتو رقيق مزيان. غنحاول انني نبدا، هي لا عندكم شي سيركل صغر من هذا قطعوه به وحطوه فيها نيشان. انا بالنسبه لي انا ما موجودش عندي سيركل صغر من هذا، فشديتها وحطيتها بهذه الطريقه وغادي نبدا نحيد بها دوك الجنيبات. فنحاول نجيبها غير في القاعده، يعني غتجي قد القاعده اللي خدمنا بها. صافي ونحيد دوك الزوائد كامل نحيدهم. فهنا ماشي مشكل، يعني ماشي ضروري خصها تكون تجي مفينيه لانها غتجي لداخل، غتجي قاعده ما غتجيش باينه. حنا غايتنا بها ملي نجيو نعضوا هذيك لاطاخ ديالنا نلقاو ديك التعليكه ديال العجين ديال التمر كاينه لداخل. دخلوا تفرجوا في القناه غتلقاو بزاف ديال الاشكال ديال لي طاخ، يمكن لكم تاخذوا منها اي وحده نتوما بغيتوا وتطبقوها. صافي غادي نصايب دابا هذيك الثانيه حتى هي بنفس الطريقه، وديك الساعه غادي ندخلهم الفران. كنحاول نتقبهم واحد التقيبات خفافين. لاحظتوا حيت داك العجين ديال التمر بحال غتسد ليا هذوك الحفيرات، غتسد ليا دوك التقيبات. غنحاول ندير بهم واحد التقيبات بحال هكا غير درتهم غير بالموس، وغادي ندخلهم دابا حاليا الفران يتشمعوا. غادي ندوزو دابا ان شاء الله لهذيك لاصوص اللي غادي نخدم. غادي ندير 100 غرام ديال الجليكوز،
غنشد كاسرونه وشوفوا ديما نعبر في الكاسرونه. صافي نعبر في الكاسرونه، حيت الكليكوز عبرتيه في شي حاجه عاودتي قلبتيه كينقص العبار ديالو. عندي 100 غرام ديال الجلوكوز، وهنا عندي زبده حيوانيه، يعني انا هنا استعملت سونطرال. نتوما استعملوا اللي بغيتوا، ولكن ضروري تكون نسبه الدهون ديالها عاليه، يعني توصل 82%. فتا هي غادي ندير 100 غرام ديال الزبده، غادي نحطهم فوق البوطه ونخليهم حتى تذوب لي هذيك الزبده مع هذاك الجليكوز. ودزت هنايا عندي غادي ندير غنشد واحد البول، غادي ندير فيه جوج ديال البيضات، وغادي ندير فيه 70 غرام ديال السكر سنيده. صافي 70 غرام ديال السكر سنيده وجوج ديال البيضات كالعاده. يعني شوفوا ما بقاش نهضر على المليحه ما كنهضرش عليه، يعني ديما نبقاو نديرو مليحه. وحتى الفاني، شوفوا الفاني راه ما تيحيدش النكهه ديال شي حاجه اخرى غنستعملها، حتى الفاني كيحيد ديك الزفوريه. فانا الملحه والفاني كنعتمدهم بزاف بزاف في الخدمه ديالي. غادي نحرك هذيك السكر سنيده مع البيض مزيان بهذه الطريقه هذه، غير بالفوي هكا باليد، ما تحتاجش زعما تضربيه في شي اله، غير بيديك بحال هكايا بيد ما كيذوب ليا هذاك الزبده مع الجليكوز. هاي لاحظتوا الفاني كما قلت لكم، فانا الفاني والمليحه كنستعملهم بزاف اي غوسيت، يعني شوفوا الفاني كيبدل المذاق ديال داك الحاجه اللي انت غتخدميها، والمليحه حتى هي. صافي حركتهم مزيان وغادي نبدا نخوي عليهم هذيك الزبده والجليكوز من بعد ما دابوا. لاحظتوا معي كيذوبوا كيندمجوا، غادي نخويهم على هذيك الخليط ديال البيض والسكر سنيده. فهاد لا غوسيت انا بالنسبه ليا من الاحسن ديري فيها هي الكركاع والشريحه. خلاص راه عندنا التمر من التحت، ديروا فيها النوازيت، ديروا فيها الكاجو، ديروا فيها اللي بغيتو، غير هو اللوز حاولوا تيفيتيو كما قلت لكم كيجي شويه قاصح. غادي نبدا انا هنا عندي داك الشريحه اللي كتكون مقرده ومقطعه طريفات، غنحاول انني هنا ندير هكايا شويه في هذه وشويه هنا، راه باقا ما طايباش كامله، يعني العطاخ ديالي طابت غير واحد نص طيبه. غادي نعمر فيها حيت هي اللي درتي فيها لاباري من الاول، غادي طيب لك لاباري ما غتبقاش معلكه، والعجين ديالك ما غيطيبش. فهادشي علاش كنطيبو حنا واحد نص طيبه في الفران بيد ما كيطيب ليا هذاك العجين ديالي مزيان. وعاد غادي نعمرها، وغادي نعمرها بلاباري ديالي ونعاود نرجعها للفران. صافي من بعد ما قاديتهم مزيان وعمرتهم مزيان، فدز دابا غادي نقسم هذيك لاباري على جوج. صافي هذيك لاباغي اللي خدمنا مع بعضياتنا غنحاول ندير نصها في هذه ونصها في الاخرى، يعني تجي مقسومه على جوج. صافي غادي نعمر لاباري هذيك لاطاخ ديالي بهذيك لاباري اللي كتجي معلكه، كتعطي واحد التعليكه فنه. وهنا من الفوق يمكن لكم تضيفوا اللوز ايفيلي في هذه الحاله، يعني اللي بغى يضيف اللوز ايفيلي من الفوق فهو تيعطي شكل ومذاق جد رائعين. هنا ان شاء الله من بعد ما غادي نخوي هاد لاباري ديالتي نص هنا ونص هنا، غادي نعاود نردهم للفران شاعل من الفوق ومن التحت. صافي من الفوق ومن التحت ونطيبوها طياب الصابلي. انا ما كنبغيش نعطيكم درجه الحراره، علاش؟ لان كل وحده وفرانها، راه نجي نقول لكم 180 اولا 160، ولكن 160 ديالي راه ماشي هي 160 ديالك، 180 ديالي ماشي هي 180 ديالك، يعني كل فران ما عندهمش نفس. سيرتو هادو اللي تيكونوا ماشي بروفيسيونيل، مازال اللي كيكونوا بروفيسيونيل كيكون عندهم العبار مضبوط، ولكن هادو اللي كيكونوا ماشي بروفيسيونيل ما تكونش فيهم العبار مضبوط. فدخليها للفران ديالك وطيبيها طياب ديال الصابلي، نقصي عليها العافيه مزيان باش تجي محمره وما تجيش خضره وغير محروقه، فهمتوا؟ يعني غتجيكم هي محروقه وخضره، فنقصي عليها العافيه وخليها طيب على خاطرها من الفوق ومن التحت. صافي هي هنا ان شاء الله من بعد ما طابت غادي نحاول نحيدها ونحيد ليها هادوك لي سيركل، ياك لي سيركل اللي فيها، ونحاول عاوتاني نعاود نردها للفران باش تزيد مازال هادوك الجنيبات اللي كانوا فيها من لي سيركل يزيدوا يتحمروا. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي رطبه وزوينه وكتجي معلكه. فضروري تجربوا هاد لاطاخ، كما قلت لكم راها شي حاجه زوينه. هنايا غادي ندهنها، هاهي شوفوا لاطاخ ديالتي من بعد ما بردات، حاولوا انكم ما تهزوهاش تبرد، فهمتوا؟ باش ما تهرسش ليكم. هيا هنا من بعد ما بردات شوف كنحاول نوريكم التحميره، كتكون كلها محمره، الجنيبات محمرين لتحت محمر من الداخل طيبه، كلها طيبه ومحمره. غادي ندهنها بالناباج، انا غادي ندهنها غير بالناباج. نتوما يمكن لكم كما قلت لكم في الاول تضيفوا عليها اللوز ايفيلي، كما يمكن لكم تضيفوا اللوز ايفيلي حاليا، كما يمكن لكم
ديروا ليها مثلا هكا شي مول وتبودريو فوق منها السكر كلاصي، نصها هكا مثلا السكر كلاصي ونصها دهنوه هكا بكونفيتور ولا ناباج. كيبقى لكم نتوما الشكل اللي نتوما عجبكم، يعني ديروا الشكل اللي نتوما بغيتو، ولكن مذاقها جد رائع. المذاق ديال هاد لاطاخت واعره بزاف بزاف بزاف، كنصحكم انكم تجربوها. وغادي ندوز باش نقطعها ونوريكم لي مورسو كيفاش كيجيو من الداخل. راه كتجي فنه بزاف بزاف بزاف، وراه ما كتشدش حتى بزاف ديال المقادير، يعني تبارك الله راه خرجت لينا جوج ديال لي طاخت ماشي وحده. هذيك العبار اللي عطيتكم يمكن لكم نتوما ديروا غير نصو، يعني اللي بغيتو. شفتوا تبارك الله كي كتجي، وعاد راه التصوير ما عاطيهاش حقها. شوفوا تبارك الله لاباط ديالها كيفاش محمره ومقرمله. صافي هنا غادي نقطعها. شوفوا قطعوها على شما بغيتو، قطعوها على 8 ولا قطعوها على 6، حيت السيركل ديال 60 ديال 20 كيتقطع غير على 6 اولا على 8. شوفوا نتوما اللي بغيتو. شوفوا تبارك الله من الداخل كيفاش دايره، كتجي تري ريش، كتجي بنينه وزوينه. فما عليكم غير تفرجوا في الفيديو كما قلت لكم من الاول حتى الاخير. هنا غنقطعها معكم على 6، والاخرى راه غادي نقطعها على 8. يعني قطعوها على شما بغيتو، سواء على 6 سواء على 8 راه كتجي. ومن الاحسن قطعتوها على 8. شوف من الاحسن قطعوها على 8، كتجي فنه بزاف بزاف بزاف. اللي طبق الوصفه يصيفطها ليا في النمره ديالتي. انا كنفرح بزاف ملي كنشوف التطبيقات ديالكم وكيعجبني الحال. ومرحبا بكم مره اخرى في قناتي وقناتكم 5 كنتمنى انها تكون كتنال اعجابكم.